السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم أولى إعدادي. النهاردة هنحل أسئلة الكتاب المدرسي على الوحدة الثانية صفحة 55 بكتاب الامتحان كراسة التدريبات. قبل ما أبدأ معاكم حبايبي أتمنى الاشتراك في القناة والدعم باللايك وتفعيل زر الجرس علشان قناتي تكبر بيكم وعلشان أي فيديو أنزله يوصل لحضراتكم بكل سهولة. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة. في فتيلة المصباح الكهربي تتحول الطاقة الكهربية إلى طاقة حرارية. عند تشغيل المصابيح أو الراديو كاسيت في السيارة تتحول الطاقة داخل البطارية من الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية. عند تشغيل موقد الغاز في المنزل تتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة حرارية. 4. عند سقوط جسم من أعلى إلى أسفل. عند سقوط جسم من أعلى إلى أسفل تزداد طاقة الحركة تدريجيا. عند قصف جسم رأسيا لأعلى تقل سرعته تدريجيا. تتحول الطاقة في البندول المهتز من طاقة وضع إلى طاقة حركة والعكس. من طاقة وضع إلى طاقة حركة والعكس. السؤال 7: تنتقل الحرارة عبر الأجسام المعدنية بالتوصيل فقط. تنتقل حرارة المدفأة إلينا بالإشعاع والحمل. يبقى تنتقل حرارة المدفأة إلينا بإيه؟ بالإشعاع والحمل. السؤال رقم 2: ما المقصود بكل من؟ 1. طاقة وضع جسم 20 جول. هنقول أي أن الطاقة المختزنة داخل هذا الجسم نتيجة الشغل المبذول بتساوي 20 جول. 2. طاقة حركة الجسم 60 جول. هنقول أي أن الشغل المبذول أثناء حركة هذا الجسم بيساوي 60 جول. تاني، أي أن الشغل المبذول أثناء حركة هذا الجسم بيساوي 60 جول. رقم 3: الطاقة الميكانيكية لجسم متحرك 100 جول. هنقول أي أن مجموع طاقتي الوضع والحركة لهذا الجسم بتساوي 100 جول. الطاقة الحرارية صورة من صور الطاقة تنتقل من الجسم الأعلى في درجة الحرارة إلى الجسم الأقل في درجة الحرارة. يبقى الطاقة الحرارية صورة من صور الطاقة تنتقل من الجسم الأعلى في درجة الحرارة إلى الجسم الأقل في درجة الحرارة. السؤال رقم 3: علل لما يأتي. 1. يثبت الفريزر أعلى الثلاجة. 2. توضع المدفأة على أرضية الحجرة. 3. يتشابه الوقود داخل السيارة مع الغذاء داخل جسم الكائن الحي. رقم 4. تفضل المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن المحطات البترولية. 5. ليس كل التطبيقات التكنولوجية لتحويلات الطاقة تنال تقدير علماء البيئة. وزي ما بقول لكم دايما الخمس أسئلة دول من أهم الخمس أسئلة اللي على الدرس. ركزوا فيهم كويس جدا لأن في الامتحان لا بيجيب لك سؤال المدفأة لا بيجيب لك سؤال الفريزر. السؤال الأول والسؤال الثاني لازم بيجي منهم سؤال في الامتحان. السؤال رقم 1: علل. يثبت الفريزر أعلى الثلاجة. هنقول حتى يتم تبريد الهواء القريب منه فيهبط إلى أسفل ويحل محله هواء أقل برودة ويستمر صعود وهبوط تيارات الهواء حتى يتم تبريد الثلاجة بالكامل. رقم 2: توضع المدفأة على أرضية الغرفة. هنقول حتى يتم تدفئة الهواء القريب منها فيرتفع إلى أعلى ويحل محله هواء بارد ويستمر صعود وهبوط تيارات الهواء حتى يتم تدفئة جو الغرفة بالكامل. السؤال 3: يتشابه الوقود داخل السيارة مع الغذاء داخل جسم الكائن الحي. هنقول لأن الوقود يحترق وينتج طاقة تمكن السيارة من الحركة. تاني، لأن الوقود يحترق وينتج طاقة تمكن السيارة من الحركة. والغذاء بالإنسان يحترق ينتج طاقة تمكن الإنسان أو الكائنات أو الكائن الحي من القيام بالأنشطة الحيوية المختلفة. تاني، لأن الوقود يحترق وينتج طاقة تمكن السيارة من الحركة. والغذاء بالإنسان يحترق ينتج طاقة تمكنه من القيام بالأنشطة الحيوية. تمكنه من إيه؟ من القيام بالأنشطة الحيوية. السؤال رقم 4: تفضل المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن المحطات البترولية. هنقول لأن المحطات البترولية أكثر تلويثا للبيئة عن المحطات النووية. لأن المحطات البترولية أكثر تلوثا للبيئة عن المحطات النووية. السؤال رقم 5: ليس كل التطبيقات التكنولوجية لتحويلات الطاقة تنال تقدير العلماء.
هنقول لأن لها آثار سلبية مثل إيه؟ حدوث تلوث كيميائي للهواء والماء والتربة، وتلوث ضوضائي وكهرومغناطيسي، وتسبب الحروب والدمار الشامل. السؤال 4. اذكر 5 تطبيقات تكنولوجية يمكن أن تحول الطاقة من صورة إلى أخرى مع ذكر التحويل الحادث للطاقة في كل تطبيق. هو عايز منك ايه؟ 5 تطبيقات تكنولوجية يمكن ان تحول الطاقة من صورة الى اخرى. عندنا اول حاجة هتكتب السخان الكهربي، الخلية الشمسية، المدفأة الكهربية، الغسالة الكهربية، والجرس الكهربي. يعني انت حافظ 5 اكتبهم، اي 5 مش شرط اللي انا كاتباه. طيب هو بيقول لك ايه؟ مع ذكر التحويل الحادث للطاقة في كل تطبيق. هنا معانا السخان الكهربي يحول الطاقة من الكهربية الى حرارية، الخلية الشمسية تحول الطاقة من الشمسية الى كهربية، المدفأة الكهربية تحول الطاقة من الكهربية الى حرارية، الغسالة الكهربية تحول الطاقة من الكهربية الى الحرارية، الجرس الكهربي يحول الطاقة من الكهربية الى الصوتية. هنروح للسؤال اللي بعد كده. السؤال رقم 5. سقط حجر كتلته 5 كيلو جرام من ارتفاع 8 متر. يبقى احنا عندنا الكتلة 5 كيلو جرام والارتفاع 8 متر. احسب طاقة وضعه وطاقة حركته. 1 عند بداية السقوط، 2 عند وصوله إلى ارتفاع 2 متر من سطح الأرض، 3 عندما يصل إلى سطح الأرض، ومدينا عجلة الجاذبية الأرضية بتساوي 10 متر لكل ثانية تربيع. يبقى أول حاجة معانا المعطيات، الكتلة بكام؟ ب5 كيلو جرام، والارتفاع ب8 متر، وعجلة الجاذبية ب10 متر لكل ثانية تربيع. أول حاجة عايز طاقة الوضع وطاقة الحركة عند بداية السقوط، هنحسبها مع بعض بس في ورقة خارجية. اول حاجه زي ما اتفقنا بتكتب المعطيات، الكتله بتساوي 5 كيلو جرام والارتفاع 8 متر وعجله الجاذبيه 10 متر لكل ثانيه تربيع. اول حاجه عايز عند بدايه السقوط طاقه الوضع وطاقه الحركه، عشان نبقى متفقين ان طاقه الحركه عند بدايه السقوط بتساوي 0. يبقى طاقه الحركه عند بدايه السقوط بتساوي ايه؟ بتساوي 0. بعد كده عايز طاقه الوضع. طاقه الوضع عند بدايه السقوط بتساوي الوزن فيها الارتفاع. عندنا ارتفاع؟ عندنا ارتفاع بس ما عندناش وزن، بالتالي لازم تحسب الوزن الأول علشان تحسب طاقة الوضع. ليه؟ لأن طاقة الوضع بتساوي الوزن في الارتفاع. احنا عندنا ارتفاع في المعطيات بس ما عندناش وزن، عشان تحسب طاقة الوضع لازم تحسب الوزن. الوزن بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية الأرضية. الكتلة بكام؟ في المعطيات ب5 وعجلة الجاذبية ب10. 5 في 10 هتساوي كام؟ هتساوي 50 نيوتن. يبقى الوزن طلع معانا ب50 نيوتن والارتفاع معانا في المعطيات. إذا طاقة الوضع بتساوي ايه؟ بتساوي الوزن اللي هو معانا 50، ادي الوزن ب50 والارتفاع ب8. 50 في 8 بتساوي 400 جول. بتساوي 400 ايه؟ 400 جول. يبقى طاقة الوضع عند بداية السقوط بتساوي 400 جول، اما طاقة الحركة عند بداية السقوط بتساوي 0. وطاقة الوضع بتساوي الطاقة الميكانيكية. ليه؟ لان الطاقة الميكانيكية بتساوي طاقة الوضع عند اعلى نقطة. طيب عايز المطلوب رقم 2 عند وصوله الى ارتفاع 2 متر من سطح الارض. يبقى هنكتب عند ارتفاع 2 متر طاقة الوضع بتساوي الوزن فيها الارتفاع. الوزن لسه حاسبينه بكام؟ ب50. والارتفاع عايزه عند ارتفاع 2 متر. مش هتنفع تكتب الارتفاع اللي معاك في المعطيات لان هو طلب الارتفاع عند 2 متر. يبقى الوزن لسه حاسبينه ب50 والارتفاع 2. 50 في 2 بتساوي 100 جول. يبقى طاقة الوضع عند ارتفاع 2 متر ب100 جول. طب وطاقة الحركة؟ طاقة الحركة بتساوي الطاقة الميكانيكية ناقص طاقة الوضع عند ارتفاع 2 متر. الطاقة الميكانيكية احنا عارفين اللي هي بتساوي طاقة الوضع عند اعلى نقطة. طاقة الوضع حسبناها بكام؟ حسبناها ب400. يعني انا يمثل اللي افهمه ان انا ما عنديش طاقة ميكانيكية، بس لو عندي طاقة وضع هي الطاقة الميكانيكية. يعني انت لو ما عندكش طاقة ميكانيكية في المعطيات بس عندك طاقة وضع هي الطاقة الميكانيكية، لان الطاقة الميكانيكية بتساوي طاقة الوضع عند اعلى نقطة. يبقى هنا الطاقة الميكانيكية بتساوي طاقة الوضع اللي هي 400 ناقص ايه؟
ناقص طبعا طاقة الوضع عند ارتفاع 2 متر، يبقى طاقة الحركة بتساوي الطاقة الميكانيكية ناقص طاقة الوضع عند ارتفاع 2 متر. الطاقة الميكانيكية ب 400 جول لأن بتساوي طاقة الوضع، ناقص طاقة الوضع عند ارتفاع 2 متر، طاقة الوضع عند ارتفاع 2 متر ب 100. 400 ناقص 100 هيساوي كام؟ هيساوي 300 جول. يبقى طاقة الحركة معانا بكام؟ عند ارتفاع 2 متر ب 300 جول. السؤال رقم 3 عايز منك عندما يصل إلى سطح الأرض. عندما يصل إلى سطح الأرض طاقة الوضع بتساوي 0 وطاقة الحركة بتساوي الطاقة الميكانيكية اللي هي ب 400 جول. هنا بنعكس بقى، يبقى عندما يصل سطح الأرض طاقة الوضع هتساوي كام وطاقة الحركة، لأن خد بالك السؤال بيقول لك احسب طاقة وضع وطاقة حركته عندما يصل إلى سطح الأرض اللي هو المطلوب الثالث. هتقول عند سطح الأرض طاقة الوضع بتساوي 0 وطاقة الحركة بتساوي الطاقة الميكانيكية اللي هي أصلا إيه؟ اللي هي أصلا بتساوي طاقة الوضع اللي هي 400 جول. يبقى الطاقة الميكانيكية طاقة الحركة بتساوي الطاقة الميكانيكية بتساوي 400 جول. يا رب أكون فهمتكم المسألة دي، لأنكم انتوا لو كنتوا فهمتوها مش هتبقى في أي مسائل صعبة عليكم، لأن المسألة دي عايزة ذكاء وعايزة حفظ القوانين، عايزة أهم حاجة حفظ القوانين. يعني عندنا المسألة دي فيها القانون الأول اللي هو طاقة الحركة عند بداية السقوط دي بتساوي 0. القانون بيقول طب وطاقة الوضع بتساوي الوزن في الارتفاع، وعندنا الوزن بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية، وعندنا طاقة الحركة بتساوي الطاقة الميكانيكية ناقص طاقة الوضع عند الارتفاع اللي مديهولك، وعندنا عندما يصل إلى سطح الأرض طاقة الوضع بتساوي 0 وطاقة الحركة بتساوي الطاقة الميكانيكية. لازم تحفظ القوانين كويس عشان تقدر تحل المسائل اللفظية. يا رب أكون أفدتكم، واللي ما فهمش المسألة دي يا ريت يبعت لي في التعليقات، وإن شاء الله هنعمل مسائل كتير على المسألة دي. السؤال 6 ما وزن جسم طاقة وضعه 88 جول على ارتفاع 10 متر؟ هو عايز منك ايه؟ هو عايز منك الوزن الجسم. الوزن بيساوي ايه في المسألة اللي زي دي؟ هنا بيقول لك ما وزن الجسم، يعني طالب منك الوزن. الوزن بيساوي طاقة الوضع على الارتفاع. يا ميسي ده انت لسه قايله لنا الوزن بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية. طب هنا في المسألة مش مديك عجلة جاذبية، ما دام مش مديك عجلة جاذبية زي ما مديها لك هنا فوق، يبقى المسألة القانون الوزن هيبقى ده. الوزن بيساوي طاقة الوضع على الارتفاع. طاقة الوضع 88 على الارتفاع اللي هو 10. 88 على 10 بتساوي كام؟ 8 نيوتن. قلنا للنيوتن لان دي وحدة قياس الوزن. طيب زي ما قلت لكم لو ما فيش عجلة جاذبية يبقى الوزن هيساوي طاقة الوضع على الارتفاع. طب لو مدينا عجلة جاذبية يبقى الوزن بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية. هنا مش مدينا عجلة جاذبية يبقى طبقنا القانون ده. هنا مدينا 88 دي طاقة الوضع على ارتفاع 11. 88 على 11 هيساوي 8 نيوتن. السؤال 7 ما كتلة جسم طاقة حركته 64 جول وسرعة حركته 4 متر لكل ثانية. هو عايز ايه؟ قال لك ما كتلته. خد بالك من المطلوب. يبقى عفوا يا حبايبي الكتلة ليها قانون. الكتلة بتساوي 2 في طاقة الحركة على السرعة. السرعة اللي هي ايه؟ عين تربيع. يبقى الاتنين اللي معانا في القانون هتنزل في طاقة الحركة. طاقة حركته 64 هتكتب 64 والسرعة اللي هو على السرعة. السرعة اي سرعة بتتضرب في نفسها مرتين. ليه؟ لان هي 2 عين تربيع، يعني بتتكتب كده 2 عين تربيع. ماشي؟ يعني ايه؟ يعني احنا معانا السرعة ب4 تبقى 4 في 4، يبقى السرعة بتتضرب في نفسها مرتين. يبقى الكتلة بتساوي 2 في طاقة الحركة على السرعة. الاتنين اللي معانا في القانون هتنزل وطاقة الحركة ب64 والسرعة ب4 يبقى نضرب 4 في 4. 2 في 64 على 4 في 4 بتساوي 8 كيلو جرام. ليه؟ لان انت بتحسب الكتلة. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا. تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، ويا رب اكون افدتكم حتى لو ب1%. لو كنت استفدت من الفيديو ما تنساش اللايك، لان اللايك بيرفع الفيديو على القناة زي ما انت استفدت تساعد ان زميلك يستفاد. مع السلامة، ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد.